اضرب عليك يا بديع، مبين عليك اليوم تعبت كثير. حسب ما قال لي ابو رأفت بالنسبه لمعامله التقاعد هلا بلشت المرحله الحاسمه، وقال هي المرحله بدها شويه تعب وهز. ليش المرحلة اللي قبلها شو كانت جده؟ على هوا ما قال لي ابو رأفت، كنا بالمرحله التمهيديه تبع المرحله الحاسمه. ايه يا عمري، الله ينصرك يا اخي. شو عمتي شايفتيه عن الحارم؟ صحيح بابا، ما باركت له لسامر لانه لقى شغل جديد. شو هالحكي بابا؟ ليش ما قلت لي؟ بابا أنا ما كنت حابب أقول لك قبل ما أستلم الشغل. ان شاء الله الف مبروك. ايه ها، هاي خبريه حلوه وبتنسمع. وبأنه جريده لقيت شغل؟ لا هي مو جريدة. معناتها مجله؟ ايه مجلة. وشو اسمها هي المجله؟ خذ راحتك. شو هي خذ راحتك؟ في مجله اسمها خذ راحتك؟ ايه بابا، يعني هي مجلة ساخرة وناقدة، وكل اللي بيكتبوا فيها بياخدوا راحتهم على الآخر. غريبه، بعمري ما شفت هيك مجله بالسوق. الفت ذكريني بكره اشتري شي عدد منها ونتفرج عليه. لا بابا، المجلة لسه ما طلعت، لساتها بمرحلة التأسيس. وانت بأي قسم رح تكتب؟ بالقسم الصيفي، بالقسم السياحي. ايه ان شاء الله موفق يا ابني. ما بتعرف يا ابني قديش عم بستنى لأقرا لك اول مقاله، وندرن علي هاك ندرن علي اول مقاله لبروزها وعلق لك اياها وهم بالصالون. ان شاء الله بابا ان شاء الله. انا رح روح لعند سامية جارتنا، تعرفت عليها وقت الحريق وهي طالبة بكالوريا وبدها يعني يساعدها شوي. ايه اوكي يلا باي. الله معك يا عمري. تاخذ شاي تعال. خذ اخي. شكرا خالد.